غدا ان شاء الله خصنا الميداليه البرونزيه وخصنا المرتبه الثالثه في الاولمبياد. غدا التشكيله راه باينه بلا ما نحتاجوا نهضروا عليها، المغاربه كلشي عارفين التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي. عندنا منير المحمدي في الحراسه، عندنا حداه بوكامير والعزوزي في الدفاع المحوري، عندنا كظاهر ايمن اشرف حكيمي وكظاهر ايسر الوحيدي، عندنا في وسط ميدان ارتكازي ترغالين وامير ريشارديسون، عندنا حداهم صانع العاب بلال الخنوس المتالق، بلال الخنوس الذي لا غنى عنه في المنتخب الاولمبي وحتى في المنتخب الاول ان شاء الله، عنده مستقبل كبير. عندنا حداه على الجهه اليمنى كجناح ايمن الخنوس، حتى هو بين انه يستحق الرسميه حتى في المنتخب الاول. وعندنا على اليسار كظاهر ايسر او كجناح ايسر الزلزولي عبد الصمد اللي قدم مستوى جيد. وراس حربه بدون منازع الرحيمي سفيان. ان شاء الله هذه هي التشكيله وهذه هي الخطه اللي غادي يلعب بها، نفس الخطه اللي بدينا بها، نفس اللعب اللي لعبنا ضد الارجنتين.